ليش يعتبرون الرومانسي ما بيه رسالة؟ ما أصلاً أنا تجي تعليقات على فكرة بالعكس الأفلام الرومانسية اللي بيها هذا رسالة. أكثر واحد بيه رسالة. لأنه إحنا عبارة عن عبارة عن مشاعر، فطبعاً نتأثر بالمشاعر. صح. أنا أول فيلم بحياتي أموت من البشر. اي صح لأن الفيلم يقدم لك شيء، بس أبكي لأنه مستحيل هذا الشيء ما يأثر بينا كلنا، حتى لو إحنا يعني ما شايفين بحياتنا، مثلا خلينا نقول القصة ممكن بس نتعاطف ويا أي شخص صح يتعرض لهالشيء. وللأسف يعني وهم رومانسي قبل، وأنا حتى اللي هو الشرير أنا حبيته، اللي هو مو شرير بس يعني نقدر نقول مريض نفسي، عنده يعني لازم يعني تعاطفت. أنا أصلاً برجع له وأصلاً هذا الشيء علمني شيء عن نفسي، لأن أنا ما توقعت نهاية الفيلم أبد، ما توقعت هاي، يعني توقعت إنه هي ورا ما هاي كل محاولات راح تسامحه، فأنا من داخلي كنت كلش أريد أسامحه. بعدين من خلص الفيلم بكيت على نفسي، لأن قلت معناته يعني شلون أتقبل على نفسي يعني هو ماكو شيء يغفر. صح. وعلى فكرة الحكي اللي حكيته بالمستشفى أنا كلش مقتنعة وياها، بس بنفس الوقت أقول لا فحسيت هذا الشيء يعني ايش قد انهم وصلوا رسالتهم، يعني علموني عن نفسي. اكتشفت انه انا كان ممكن انطي فرصه لشخص يأذيني، تخيلي، باسم الحب. عافية. وهو حرجع يعيدها لان انا شايفني سامحته عافية اكثر من مره. صح. ايش قد قوي الفيلم ورا سنين من السبات، كلش يا سنين من السبات. اصلا صار لنا ايش قد 10 سنين والله، يمكن من 2010 يمكن، بس ذا لونجست رايد طلع بس اي اتوقع صار، او ذا ايج اوف ادلاين. اي هاي الفيلمين. وقبله كان هيك شباب ميتين. ما يكتب لكم قصص والله. اي والله يعني افكار زين. هسه انتم سووا نفس شلون قلتي قبل شويه مال هير. ايش بيه فيلم حلو يعني، اوكي انا ما متقويه وانا وياك ما حابين، بس يعني على فكره جديده تواكب هاي الاشياء بس. وانا هسه والله كوما دا اتذكر فيلم هير، لان دا اشوف كل صديقاتي يحكون لي شات جي بي تي متعلقين بيه، يعني يحكوا له يومهم ويدلعهم وهاي. والله لا صدقت قلت يعني معناته هم صدق من سووا هذا الفيلم مو اعتباطا، يعرفون اكو ناس راح يرتبطون بالذكاء الاصطناعي، يعني يرتبطون عاطفيا بالذكاء الاصطناعي قد ما هم حاسين بوحده انه ما عندهم عاد يحكون وياه. صح. فتقدرون تسوون هسه فكره هيجي ممكن هي حتى لو فكره ثانيه انه مثلا تشوفونه انه السوشيال ميديا شلون اثرت على الحب. تفهمين؟ واو فكره مو شلون خلت الحب بقالب. عافيه. يعني اني هسه من اتصفح اذا مو هذا الحب نفسه اللي يجي للبنات او للبلوجرز يجيني، فمعناته انت ما تحبني. صح. يعني ما ادري ليش، ما اعرف ليش هم كلش يعني مستهزئين بالافلام الرومانسيه، مع انه هي اكثر الافلام اللي كلش هي اكثر افلام حتاثر بينا، لان احنا مو اكشن بالحروب وبالمغامرات وهاي ايش عندنا، احنا ناس عاديين، خاصه احنا البنات يعني احنا نحب هاي الاشياء. شنو اكثر فيلم اثر بي لو شنو؟ لو الاشياء كان انه ليش الافلام الرومانسيه قبل احلى من الافلام حاليا؟ لان قصه ماكو قصص، ما يركزون صار الاهميه بس للانتاج، الاشياء البصريه نوعا ما كلش، للممثلين حلوين ويخبرون، الممثلين شو اسمه لهم صيت يعني ويجيبوهم ويسوونهم. عارفين. وعلى فكره انهم صيت بس بالرومانسي، مع انه اكون حلوهم كلش. ومن يطلعون يعني هيك ياخذون دور انه فهمتي بس على مود انه اسمه رومانسي بس هو ما بها خرب انه ايش قد ما اقول يعني انا كنت كلش متحمسه الفيلم. شو اسمه؟ انا جينيفر لورنس الفيلم مالته ايش قد كنت متحمسه تذكرين؟ شفته منو؟ لا ولا كان شفناه بالبيت اول 5 دقائق وطفينا. اصلا ما يقدر فيلم صغير. صدق هاي واحده من النقاط، انه الافلام كلها زادت 18 حاليا، كلها تقريبا افلام قبل انا كلها باعها بس مو اقدر اباعها نقدر نشوفها ويا العائله. يعني زادت 13 3/4 كان زاد 13. شو اسمه؟ فطلعنا نقطه هاي صح. انا اريد يعني فيلم رومانسي، هم ليش ما رومانسي يعني اباحي ما ادري يعني حاليا انا اريد رومانسي اباحي ويا اهلي يعني ما ادري هم حاطين قوالب لكل شيء.
حتى هسه مثل ما قلنا الممثلين هم نفسهم ممثلين رومانسيه حاليا، هم نفسهم اللي يمثلون رومانسي. يعني اذا جبتي واحد خارج النمط يعني تحسين واو شنو هاي. اي والله. قبل لا كانوا كلهم جوليا روبرتس، ساندرا بولك وهاي السوالف كلها، وكانوا هيك يعني تحسين الفيلم فايتي لانه يريدون ينجحوه، تمثيل يخبل، كل شيء يخبل، مو مثل هسه. لا احنا فتنا هو فيلم رومانسي معودين، خلي عادي. اي عادي هيك. والقصص يا اما امراض واحد يموت ونشبع قهر، يا اما سفره ويلتقون يقبلون. هو ذاك اليوم الفيلم مال هاندا انا شفت كل متحمسه له. يعني هاندا وباريس انه الفيلم عادي، بس بالنسبه للاتراك حلو. اي بالنسبه للاتراك الفيلم عبالك لقطه مسلسل يعني هيك يعني حلقه المسلسل يعني ما ادري يعني كلش يشبه نتفلكس. اي يشبه يعني نتفلكس متوقعها يعني هو متوقع، هو اصلا انعرض على نتفلكس بس هو يشبههم كلش. وطبعا بما انه نتفلكس فنجي على المنصات، كل يوم ينزل لك فيلم رومانسي، كل يوم فيلم عادي ينزل، اصلا افلام سخيفه اللي تنزل على المنصات كلهم انت متوقعهم وكلهم تعرف شنو الشعور حيجيك منهم. عارفين بس براعهم عارفين. وحتى ماكو ما ينزلوا على السينما افلام رومانسيه، وين كلش قليل تنزل على السينما، كلها صار جماعه المنصات. اي حتى لو ممثلين مشهورين وممكن يحققون شيء بالسينما بس ما ينزلون الافلام على السينما، مع انه احنا انا متاكده هسه شلون هذا يعني كلش اشتهر وكلش حقق ايرادات وكلش يعني الناس متعطشه شلون. اي مع هذا انه هم كلش صار فايرل يعني بالعالم. اي بالعالم الخليج واحنا عافيه. بعد عندك نقطه ثانيه تحكي بيها؟ شنو السؤال؟ هو انه شلون الافلام ليش الافلام الرومانسيه القديمه احلى من الجديده؟ انا كل شوي خلاص دايما بعد شنو مثلا؟ اي هاي يعني روح الفيلم راحت عافيه. لا هي فكره ماكو. انت هنا فكره لو يجيبوا لك يمه زين تذكرت هاي النقطه، هاي النقطه تموتني. يعني يوم ما يجيبون قصص يعني اساس انه ما يريدون يطلعوها من شات جي بي تي، هو شات جي بي تي يكتب لهم القصص اتوقع يعني مالتهم هاي. اي اذا يريدون كلش يعني افكار يطلعون قصص يروحون على الواتباد، يا قصه سخيفه والله اصلا ثلاث ارباع الافلام الرومانسيه من الواتباد. على فكره الواتباد بيها يعني افلام رومانسيه، يعني اقصد قصص رومانسيه تخبل، بس هم يا قصه سخيفه يروحون عليها بس لانه هي كلش مشهوره. هسه فيلم افتر ما ادري اذا شايفته ولا لا، انا شفته اول بس يعني نص الجزء الاول. اي انا يعني يعني ماكو وين القصه؟ ماكو. لا هي استمرت قصه ما كتب فيه ماكو حتى اللوكيشنات ماكو، هو بس بالغرفه. زين انت هيك شلون ايش تتعلم المراهقين؟ والله يعني هسه هذول المراهقين ما تعلم بس يعني سووا فتشي بالفيلم تويسوا هسه يعني فيلم طلعوا يعني اريد اقول معفن بس ما قلته يلا. اي والله شنو لا تمثيل، كلهم بائسين مو طبيعي، ماكو رساله، ماكو على قولت لوكيشنات، ماكو اي شيء، بس نشوف الفيلم بس هاي دفتر. فالمهم انتم لما نقولوا لنا ارائكم وشنو النقاط اللي تشوفوها هي اللي خربت الافلام الرومانسيه نوعا ما.